بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا ناس ويا شعب. كي نقول يا ناس معناتها كل واحد يعرفني ويعرف شكون انا ويعرف طريقتي ومواقفي. كي نقول يا شعب معناتها الناس اللي ما تعرفنيش، اللي سمعوا وعرفوني في القضيه هذه برك. اليوم حبيت نهضر معاكم كاع كي الناس كي شعب بكل صراحه واحترام. هذا الكلام موجه بالدرجه الاولى للناس اللي يعرفوني مليح، الناس اللي عاشروني وعرفوني عن قرب وبعد، واللي يعرفوا نيتي وكيفاش نفكر وواش نحب لبلادي وللناس. وفي نفس الوقت نوجه كلامي للشعب الجزائري كامل ونقول حاجة مهمة: أنا ما نلوم حتى واحد على واش هدر، وما نلومش الناس اللي ما يعرفونيش على الأحكام والآراء اللي كونوها ليا. الإنسان كي ما يعرفش الشخص مليح طبيعي يحكم عليه من خلال واش يسمع ولا واش يشوف، وهذا حقه. والحمد لله مازال ما لقيتش واحد يعرفني من الناس كومونتير كاش بوبليكاسيون ولا حط منشور عليا على بالي بهم كاع مبريزين وماشي مامنين. انا اليوم ما جيت باش نعاتب الشعب ولا باش ندخل في صراع مع الناس ولا باش نرد على كل كلمه قالت. جيت برك باش نعطي الناس فرصه يسمعوا مني مباشره ويفهموا من عندي واش كاين، ماشي من الاشاعات ولا من كلام الناس. ولرجال الامن والدرك وكل جهات المعنيه نوجه كلامي بكل احترام: ما جيت باش نهاجم اي مؤسسه ولا اي شخص، وانما جيت باش نوصل رساله واضحه بهدوء ومسؤوليه وبعيد عن الفتنه والتفريق. بالخصوص نطلب من الدرك الوطني، خاصة فرقة الدرك الوطني الشغلي ومن فرقة البحث، أنهم يسمعوا مليح لكل واش راح نقول. راح نهضر على أمور ووقائع وراح نعطي التفاصيل اللي نعرفها، ونطلب منهم ما يكتفوش غير بكلامي، وإنما يروحوا يتأكدوا بأنفسهم من كل نقطة ويسمعوا الأطراف المعنية ويراجعوا كل المعطيات والأدلة، خاصة وأكدوا على كاميرات المراقبة. إذا تبين لهم أن ما قلته صحيح نطلب منهم في إطار القانون وما تسمح به الإجراءات أن يوضحوا النتائج والحقائق للشعب باش الناس تعرف واش هو الصحيح وواش هو الخطأ. وإذا بان العكس كذلك يوضحوا الحقيقة كما هي. مستعد لأنني ما نطلبش غير الحقيقة، ويأكدوا باللي صح درتها. والهضرة اللي راح نهضرها اليوم ماشي باش نطلب منكم تعطوني البراءة، لا لا، وماشي باش نفرض على حتى واحد يصدقني بلا دليل. أنا ما جيت باش نقول للناس صدقوني وخلاص، أنا جيت باش نبين موقفي ونحكي واش نعرف ونوضح للناس أنني أنفي ما نسب إلي من أمور واتهامات، وأنني ما درتش هذه الأمور وما نديرش. ونطلب هذا الكلام يتم التحقق منه بالأدلة ماشي بالكلام فقط، ويفضح كل شيء. نبدأ. نعرفكم بروحي: أنا شاب عمري 30 سنة، طالب جامعي، نخدم ونسترزق الحمد لله، وحياتي المادية مستقرة، ما عنديش مشاكل في المجتمع وما عنديش سبب باش نحوس على المشاكل ولا ندخل في أمور تضرني وتضر عائلتي. عندي مسؤوليات وعندي خدمة وحياة بنيتها، والحاجة الوحيدة اللي نتمناها هي أنني نعيش حياتي بسلام كما يتمنوا كاع الشبان اللي كما أنا. نخدم بالحلال ونتمني نكون سند البابا ونضمن المستقبل تاعي. وعلى هذا الأساس لازم الناس تفهم كذلك أنني ماشي إنسان حاب يهرب من الحقيقة أو يتهرب من المسؤولية. بالعكس، أنا اليوم خرجت ونهضر قدام الناس لأنني حاب الحقيقة تبان، وحاب كل واحد يسمع مني مباشرة خير من اللي يسمع منه ملهيه. واللي عنده دليل ضدي الباب مفتوح، يقدموا للجهات المختصة ويتحققوا منه ويفضحوني قابل للفضيحة. وأنا كذلك مستعد نتحمل مسؤولية كل كلمة نقولها وكل معلومة نعطيها. ونحب نوضح كذلك حاجة مهمة: أنا ما زلت هنا في البلاد وفي ولايتي وما هربتش وما بعدتش باسكو ما نخافش، راني في وسط ناسي وبينوا لي والحمد لله، وما رحتش وما راحش نروح وما خممتش اصلا في الهروب ولا كلمه اسمها الهربه. وفي نفس الوقت لازم نكون صريح معكم: انا ما نقدرش نروح ونسلم روحي بهذه الطريقه، لانني انسان كما اي واحد فيكم، ما نحبش المتاعب النفسي وما نحبش انسان كيما ما نحبش انسان كيما اي واحد فيكم، ما نحبش المتاعب النفسي وما نحبش السجن ولا نعرض روحي لمصير ما نعرفوش. عندي عائله وعندي خدمه وعندي حياه ومسؤوليات، وما نقدرش نتعامل مع الموضوع بالسهل وكأن حياتي ما عندها حتى قيمه وكأن ما عنديش ناس يعتمدوا عليا. لكن هذا ما يعنيش انني رافض الحقيقه او رافض ان الامور تتحقق. بالعكس، انا مستعد نحكي كل واش نعرف ونقدم المعلومات والتفاصيل اللي عندي، ونطلب من الجهات المختصه انها تحقق منها بالطريقه القانونيه وتبين تفضح، ماشي ورقه وستيلو. اهدر انا ولا انتريسي اهدر، ماشي ورقه وستيلو. انا ما نقولش للناس صدقوني لانني قلت هذا الكلام، نقول لكم تحقوا. ودرك نحب نبدا نحكي كلش من البدايه، من الوقت اللي عرفت فيه هذه المراه لاول مره، نحكي كيفاش تعرفنا واش صرا بيناتنا وكل الاحداث اللي وقعت من ذاك الوقت خطوه بخطوه حتى نوصل للواقعه الاليمه اللي صرات. راح نحكي الحقيقه برك، ما نحكيش على حياتها الشخصيه كانت عايشتها، انا نحكي الامور اللي مربوطه بيا برك. اما هي حياتها اللي كانت شخصيتها واش كانت دير واش كانت ما ديرش، هذيك الشيء ما يعنينيش. كما اي واحد، ماشي غير هي، اي واحد ما يعنيش الامور الشخصيه تاعها. انا نهضر على الامور اللي داخل فيهم انا حتى نوصلوا للواقعة الأليمة اللي صرات. راح نحكي الحقيقة كما نعرفها بلا زيادة ولا نقصان، ونفرق بين الحاجة اللي شفتها بعيني والحاجة اللي سمعتها والحاجة اللي نقدر نقدم عليها الدليل. ما نحبش نخلط بين الحقائق وبين الكلام اللي وصلني من الآخرين.
كل حاجة راح نقولها إذا كانت عندي عليها معلومة مباشرة نقول إنها مباشرة، وإذا كانت حاجة سمعتها نقول أني سمعتها. إذا كانت عندي عليها أدلة أو معطيات نطلب من الجهة المختصة أن أتحقق منها. كاين كذلك شهود وصحابي كانوا معايا في بعض الوقائع، شافوا وسمعوا أمور مهمة وعندهم علم بما وقع، بصح ما نحبش نذكر أسمائهم قدام الناس باش ما ندخلهمش في القضية ولا نسبب لهم مشاكل. يكفيني أنهم يشوفوا الفيديو. نعاود هالترتيب اللي ما راحش نستعمل أسماء الشهود باش نقنع الشعب، وما راحش نضغط على حتى واحد باش يشهد لصالحي. إذا كانت الجهات المختصة تحتاج شهادة أي شخص خليها هي اللي تتعامل معه بالطريقة القانونية المناسبة، وأنا من جهتي راح نعطي كل التفاصيل اللي نعرفها ونخلي التحقيق والأدلة هما اللي يبينوا الحقيقة. نبدا لكم في الحكايه. كانت عندي طوموبيل من نوع كيا بيكانتو 2019 مارو، حبيت نبيعها وكنت مشغول اليومات هذوك بزاف. مديتها لصاحبي باش يحطها في واد كنيس ويعرضها للبيع. صاحبي حطها في واد كنيس، من بعد جاو الناس وشافوا الطوموبيل يقلبوها، كم تعرفوا عمليه بيع وشراء. من بين الناس كانت ام الطفل عيطت له، قالت له باللي حابه نشريها. جات شافتها عجبتها قلبتها، جات مع وليد خالتها بصح ما كانتش واجده بالدراهم. عربناتو وقالت له السمانه الجايه نجي نديها. جازت سمانه عيطت له قالت له غدوه الصباح نجي ندي طوموبيل، غدوه ان شاء الله نكتبوا. خوتي الحكايه اللي نحكي فيها نعطيكم حتى التاريخ وروحوا البلديه وشوفوا كلش لاك دو فونت كلش. صاحبي عيط لي وقال لي باش نروحوا نكتبوا لها طوموبيل. ما قال لي الحكايه اللي بديت بها ما تهمش في الواقعه، انا جايكم من الواقعه ما تخلقوش. عيط لي صاحبي قال لي باش نكتبوا لها طوموبيل، قلت له يا اوكي ماشي مشكل. في الصباح تلاقاو في البلديه ذاك النهار وكانوا يستناو فيا، انا درت الروطار. صاحبي ما كانش عنده الرصيد باش يعيط لي، قالت له هاك عيط له من عندي. هنا في النقطه هذه دات النيميرو تاعي، ما كانش عنده لي جينيتي، قالت له هاك عيط له من عندي. هي كانت مزروبه باسكو كان عندها شراع في بوفاريك على جال الطفل المرحوم ربي يرحمه. من بعد جيت وصلت انا كملنا اجراءات البيع، كل واحد راح في طريقه. مع عشيه عيطت لي وقالت لي شوف الطوموبيل راهي اون بان، هاي واش دير لي واش دير لي واش ندير. وريتها واش دير للطوموبيل. من بعد كوبينا خلاص. من بعد عاودت عيطت لي في الليل وزادت عيطت غدوه، ومن بعد ولات تعيط باستمرار حتى كبرت العلاقه بيناتنا. كي طورت العلاقه تطورت بزاف، وصلت وين ولات تقول لي نتزوجوا. انا في البدايه غير قالتها لي تبريزيت، وليت نخمم كيفاش نتزوج بها. هي كبيره مطلقه 32 سنه عندها زوج دراري. بالنسبه ليا كان الامر صعيب بزاف، كنت نقول في بالي بلي امبوسيبل، ما كاش كيفاش ما امبوسيبل. راهي تخلط برك وقاعده تحكي لي في حياتها حياه راجلها ودارهم، التفاصيل اللي شغل زيرو فايده، شغل اصلا كرهت الريلاسيون هذيك. من بعد وليت نحوس نهرب منها، ولا تعيط لي بزاف وكنت نديرها في الرجوتي. اذا جات ليا وانا نخدم ونكون في البيرو والله غير حاجاكم ندخل الطواليت نتخبى ونبعث لها صاحبي اللي يخدم معايا ويقول لها باللي ما كاش وما جاش وكاين كاميرا في الحانوت. خاوتي كل ما نقول لكم حاجه كاين كاميرا. مع الوقت ولات حياتي مع الناس ماشي مريحه، ما نقدرش نريح في الحانوت على جالها. وليت ما نرتاحش في البيرو، وليت نهرب برا ونقعد برا. هي كانت تجي لي حتى الجامعه وكانت دير لي تبهديل وتعيط كي تلقاني عليا وتسب ودير المشاكل وانت بتاعي. وعاكم تعرفوا الكلمات هذوك ولا الشهوده. جامي ريحت وحدي ما نريحش وحدي. وليت انسان مذبذب وما عرفت واش ندير معاها، ما عرفت واش ندير معاها. راني نهضر في واحد النهار واحد صاحبي قال لي جا ليا قال لي يا ادم باش تسلك منها لازم تعاود تولي معاها وتتهرب منها بالعقل، لازم تخليها تكرهك باش هي تكرهك وتبعد عليك. خمم قلت له والله غير صح عندك الحق، ما عنديش حل اخر باش نهرب منها. وزيد على هذا كانت تهدد فيا وتقول لي نجي لداركم، وانا كنت خايف بزاف من اللي تجي لدارنا ودير لي تبهديل ومشاكل مع عائلتي. لهذا عاودت وليت معها بالعقل، بصح ماشي كيما كنت في الاول. ما وليتش نرفد عليها تليفون، كانت هي اللي تعيط لي بزاف. كاين لي ستينغ مانيش نهضر باش نهضر، لي ستينغ راهو عند الدرك. ما كنت نتلاقى معها بزاف، وليت ندير في الامور فقط باش تكرهني وتبعد عليا. واحد النهار لو 4 اوت في الليل جوايا 11 تاع الليل عيطت لي في التليفون وليدها الكبير نوح واسمه نوح. عيط لي قال لي عمو ادم ارواح ماما طاحت تكسرت. انا كي سمعت هاد الهضره قلت له جوزها لي. سمعتها تعيط تاع واحد طاح صح، رحت لي هذه راك ديتها لا كلينيك بريفي في الليله. ديتها لا كلينيك بريفي تاع بوينان، نسيت اسمها جاب لي ربي واسمها اكسال. جاب لي ربي واسمها اكسال. كان معنا وليدها الكبير نوح جا معنا، وكانت كاينه كاميرات تما تابعه لا كلينيك. من بعد قالوا لها باللي عندها كوسر في البواني وما عندهمش البلاط في الليل حتى الغدوه الصباح. رجعتها للدار وفي الصباح عاودت رحت رفدتها ديتها لا كلينيك بريفي متيجه تاع بوفاريك. كيف كاين كاميرات لتما، وكانت كاينه كاميرات في هذيك الجهه وين قاريت انا وكي دخلنا ما من الداخل. كي ديتها لبوفاريك ما كانش وليدها معنا، ما جاش معنا غدوه من ذاك الصباح، خلاتهم في الدار في زوج. كي داروا لها البلاط رجعتها للدار. من بعد بقات تحوس وتجري مورايا، عياتني صح عياتني، ما جامي صار لي في حياتي هكا. زادت ركبت معايا في الطوموبيل. دوك نحكي لكم كيفاش من هذاك النهار زادت ركبت معايا موراها في الطوموبيل. دوك نحكي لكم كيفاش ركبت. جات ليا في الليل للجامعه، قلت لكم على جالها وليت ما نريحش في الحانوت. كي شفتها وصحابي اللي يريحوا معايا دائما على بالهم بالحكايه، كي شفتها من بعيد هبطت من الطوموبيل وجايه لينا، انا هبطت من الطوموبيل طلعت نجري تخبيت في الباسريل تاع الجامعه نشفالها في
الباسريل تاع الجامعه، وكل لقيت واحد جاري واقف ثم قال لي واش راك لاباس، ما كانش فاهم واش كاين، او كي يشوف الفيديو يزيد يفهم مليح باش ما نتلاقاش بها. كنت انا وثلاثه صحابي، جات ليهم سقساتهم عليا، قالت لهم، قالوا لها ما كاش، بدات تعيط، من بعد طاحت تسرعت، رفدها واحد من صحابي بطوموبيلتي بالكليوكات وداها للديسبونسير تاع ولاد يعيش في الليل. كي شفتهم طولوا عيطت لصاحبي سقسيه واش راه لها، كي كمل قلت له اروح ليا الجامعه راني كيما خليتني، جا ليا حبط هو، ركبت انا معاها وصلتها لدارها، وصاحبي تبعني طوموبيلتها، حطيتها وحطيتها طوموبيلتها ورحنا. واش راني نحكي لكم كلش بالكاميرا، كلش بالكاميرا، ما وين تقول لي في البلوك تاعها ولا سواء عندي في الحانوت ولا سواء في الجامعه، واش راني نحكي لكم كاع كاين منه، ماغري ما يهمش، راني نحكي لكم كيفاش كنت عايش معاها، راني نهضر جازو يامات. ومن بعد الحق نهار السبت هذه صح، ومن بعد الحق نهار السبت اللي صرات فيه الكارثه، في صباح السبت هذاك النهار سمعت باللي كاين الناس قالوا باللي كنت بايت عندها، كل واحد واش قال. على كل حال انا نحب نوضح حاجه هنا، انا ما كنتش بايت عندها، كنت بايت في دارنا وجامي بت عندها، الله غالب ما قدرتش وما نقدرش نديرها، وكاين بزاف امور ومعطيات تقدر تبين باللي ما كنتش بايت عندها، ومن بينها الكاميرا تاع البلوك تاعهم هي اول حاجه واسهل حاجه، والليستينغ تابيل وغيرها من الامور اللي تقدر الجهات المختصه تحقق منها. انا صباح كنت في دارنا، عيطت لي صباح جويه 8 وربع 8 ونص، ما شفتش سوا كاين ليستينغ، ماشي معناتها كيما شفت راني نتيري بعيد، كاين ليستينغ تاعني شارب لي 8 معاه، عيطت لي كنت راقد، الاولى كوبيت لها، الدوزيام درتو سيلونسيو ما فتش عليها، كي نضت جويه ل 10 9 ونص 10 رحت قهويت نورمال في القهوه كالعاده، ورحت للمحل تاعي، بقات تعيط لي كل ما نقول لكم محل ولا نقول لكم رحت ليها كاين كاميرات بالوقت، كانت كاينه كاميرا في الحانوت، والليستينغ ثاني كانت تعيط لي، كانت تخرج لابير فت عليها باين كلش. من بعد عيطت لي رفدت عليها، غير رفدت عليها انا بديت سبقتها، بديت نعيط ونقول لها علاش نوضي فيا صباح ربي، قلت لها نخدم عند ولا نوض صباح ربي، بديت نهضر هكا، قالت لي ادم اجري اجري الغاز عندي في الدار، رايحه نموت رايحه نموت، اجري للغاز، قلت لها نورمال ثلاثه في روبيني سونترال، قالت لي ما نعرفش وين راه، اروح ليا اجري. من بعد خرجت انا، واش راني نحكي لكم خوتي، ما نحط لكم لي فيديو تاع الحانوت تاع كل كلمه اللي نقول فيها ماركيو برك. من بعد خرجت راني نقول ونعاود، عندي الكاميرات، دخلت نورمال لاسيتي تاعهم، ديجا شوف كي تشوفوني في كاميرا تاع الطريق تاع لي رومبون كيفاش كنت نمشي، الله يجيب بالخير الحمد لله اللي لحقت. دخلت نورمال لاسيتي تاعهم وقريت عند البلوك تاعهم اللي فيه كاميرات وطلعت عندها. كي طلعت ليها حلت لي الباب، حلت لي الباب صح، لقيت شويه ريحه على الغاز، ولقيت وليد خالتها كان في الدار، انا تبانيكيت حشمت قدامه ما عرفتش واش نقول واش ندير ونخمم واش قالت له هي عليا، باسكو شايفني كان معاها نهار الجو شراو طوموبيل، هو ما قال حاجه وهي ما قالت والو. دخلنا ديريكت الكوزينه جايه مقابله الدخله تاع الباب، ولقينا لافويت تاع الغاز، وكان الغاز يخرج من التيو تاع الكوزينيير ونشوفو ميم شوفو كان يخرج. بديت معاهم في وليد خالتها نقلبوا في لافويت، نطلب من رجال الدرك، هذه النقطه مهمه، من رجال الدرك يروحوا يردوا البصمات تاعي من تماك، يلقاوهم في الكوزينيير ويلقاوهم في الشوفو، ويلقاوهم في زوج مغارف تاع حديد، كنت نسيي نزير بهم ساخشان ما يحكموش في الكولي حديد، كنت نسيي نزير بهم الكولي تاع تيو باسكو ما عندهاش تورنافيس. من بعد زيرته بالمقاس كحل راهي معلقاتو ثم قدام الكوزينيير. والهضره اللي نهضر فيها كاينه حاجه واحده اللي تبين وتبرر باللي واش راني نهضر صحيح، اللي هي كي كنت عندها قالت لي ما عنديش بزاف ملي جبت الخدام وخدم لي الغاز، قلت لها عيطي له، عيطت له قدامي، هضرت معاه وقال لها راني بعيد ما نقدرش نجي اختي حتى نهار الاثنين، هذا البلومبي هو اللي لازم يجيبوه ويعاود لهم نفس الهضره اللي نهضر له فيها اللي نقول فيها. وما قبل ما نلحق عندها كانت هضرت معاه، موراها سواسوا عيط لها باباها باش نعطيكم سواسوا كيتبعوا الليستينغ، شوفوا لابيل تاع باباها، النيميرو اللي قبل لابيل تاع باباها هذاك هو الخدام، جيبوه تحقوا معاه قولوا اسكو عيطت لك صباح واسكو تشوفوني، وزادت عيطت له بالوقت اللي دخلت عندها انا، زادت عيطت له انا قلت لها عيطي له. بون كلش ليستين كلش عند الدرك هذيك من الدرك ما خدمتي انا ما خدمت حتى واحد. من بعد جويه 12 فريناها بالخف، فريناها 40 مينيت ما شفيتش، المهم الكاميرا تاع البلوك هي اللي تبين. خرجت والله ما شفيت الوقت، الكاميرا تاع البلوك هي صح نقول لكم نعاود. ملي كنت خارج قال لي وليد خالتها وصلني معاك بما ما نخرجش قصيتها على الدراري، قالت لي راهم راقدين، والصح كان سكات في الدار. كي كنت خارج باش نعرض وليدها الكبير اللي هو اسمه نوح جا ليها يجري باتها صباح ربي، جا مازال حي ويعرف مليح يجيبوه ويسقسوه. صافي السبه دخلت للدار اللي جابتني بها، يروحوا لرجال الدرك الوطني يجيبوا البصمات تاعي ويزيدوا يجيبوا مول البلومبي ويشوفوا علاش رحت ليها انايا، ويشوفوا الوقت اللي ريحت عنده الصباح عندها الامه. يعيطوا لي البلومبي اللي هضرت معاه في التليفون، لازم هذاك هو اللي ثاني يعطيهم لغز يحلهم. المهم كي خرجت رحت لشغالاتي ودخلت الحانوت ودرت في بوين، انا رحت شريت وقضيت، وكان عندي باط فيتاس مكسره تحوست بوين نخدمها. كل ما نقول لكم حانوت تفكروا بلي فيه كاميرا لداخل وبرا. من بعد رحت لحانوتي، قلت لكم كل ما نقول لكم حانوتي صافي تفكروا بلي نعطيكم كاميرا اللي دخلت لحانوتي. من بعد رحت شريت لي بياس تاع طوموبيل، من بعدكم حتى الحوانتي دخلت عندهم انا، يروح يسقسك عندهم تصويرات تاعي، يروح يقول لهم اسكو هذا جا عندكم نهار فلاني ولا ما جاش عندكم. المهم شويه رحت ثاني نفري في شغالاتي، شويه 4:30 عيطت لي تبكي، قالت لي ادم سرقوا لي وليدي،
وبدات تقول لي وليدي المهم بالعياط، ما جيت نفهمها بالسيف ما استقبلتهاش. سقسيت على البلاصه وراكي رحت ديريكت بديت نسقسي في الخضارين عليها، ورات لي بلاصه وين. واذا كاش واحد قال وليت حكمت هذاك الخضار سيرتو هذاك اللي بيع الفخار هذاك ما نعرفهمش عليها. اذا كاش شرب بديت نسقسي فيهم، اذا كاش واحد قال موراها قالوا لي والو ديجا هذاك اللي بيع الفاكهه اللي شرات عليه واسمه فارس، انا ما نعرفوش. كي بديت نسقسي باش عرفت بلي اسمه فارس وما نعرفو ما يعرفني، هي كانوا داوها لي جوندار من لابريغاد، هبطت مع لي جوندار من لابريغاد. بقيت نسقسي ما كان والو، رحت هي كانت تعيط لي وانا نقول لها صبري راني نحوس راني نسقسي راني كذا راني ندور. من بعد حبطت ليها لابريغاد، بديت نصبر فيها، ما لقيت لي تعيش ادم. روح شوف لي نوح وليدي راهو في الدار هذه عشيه، روح جيب لي وليدي راهو في الدار، هذا وليدها نوح الكبير. قلت لها يا اوكي. رحت للدار، كي رحت للدار لقيت وليدها تما، قلت له البس نديك عند ماماك، فرح البس وهبط معايا. يعني نقول لكم كي داخل كي خارج كاين كاميرا في البلوك، وتفكروا كل ما نقول لكم حاجه تفكروا بلي كاينه كاميرا تاع البلوك. كي حبطنا وصلنا لتحت عيطت لي قبل ما نخرج من البلوك شويه صباح، عيطت لي قالت لي وين راك؟ قلت لها راني جايب لك. قالت لي لا خلاص راني جيت وجاو معايا لي جوندارم. غير خرج من البلوك صح لقيتها تماك مع لي جوندارم وخوها كان معاها وليد خالتها. عطيت لها وليدها بدات تعنق فيه وداتو. وسقسيتها يا دراك اش ما بان؟ قالت لي ما كان والو غدوه ان شاء الله تبان. قلت لها ان شاء الله. هي دخلت لدارها وجاو ليها الناس وانا رحت لدارنا. غدوه من داك رحنا نهضروا على غدوه من هضرت معها في التليفون ثاني كاين ليستينغا. غدوه من داك نهار كامل وانا معها في التليفون تلقيتهاش في التليفون. كل ساعه تعيط لي، كل ساعه نعيط لها انا واش كاش ما بان سقسي. كانت تهضر معايا نورمال قدام لي جوندارم، وزاد حتى عيطت لي بنيميرو جديد وقالت لي هذا النيميرو تاع الجوندارم عطاني نعيط لك. كانت تهضر نورمال. دوك ما على باليش علاش طالها تليفون الا راسلها لي زينيتي لاطفالها ما على باليش، الله اعلم. هذيك هي تعرفها وهو على بالها النيميرو. المهم ولا خلاص ولا زينتي الرقم تاع الدار كيما اللي عيطت لي به مثلا عندي دوكا. كي كنت نسقسي عليها واش بان كاش ما بان، كان تقول لي لا مازال. جويه 12 ونص زدت رحت ليها لابريغاد ديت لها الماكله، ديت لها قرعه عامه وديت لها قرعه جوج صغيره باكي كوفريت وغنقود عنب صغير. وهذا كامل نقدر نقول فيه باللي الجوندام اللي كانوا تما معاها راهم على بالهم واش راني نكتب واش راني نهضر. كي ديتهم لها خرجوا معاها لي جوندارم. كي بقات 5 مترات وتلحق هما خرجوا مع لي جوندارم خافوا من باب وليدها يكون برا شنو يدير لها. كي كانت جايه معاهم يمشوا انا كنت مقاري برا، كي بقات 5 مترات حبسوا. جات لي وحدها. بديت ثاني كيف نصبر فيها، عطيت لها الماكله هذيك نورمال ما تقلقيش. رحت من بعد عاودت وليت ودرت لتماك في بوينان، وعاودت وليت للخضارين جيبوا الخضارين وسقسوهم وريهم تصويرتهم وقول لهم اسكو هذا جاليكم شحال جاليكم من الخضره. وسيرتو بازيو لي على هذاك اللي يبيع الفخار او انسان هايل يبيع الفخار تما، هو اللي عيط لصاحبه في التليفون ولا يسقسي في التليفون ولا عساس على الجنان تما. المهم سقسينا جري ما كان والو، روحوا عندهم وسقسوهم ياك عندكم كلش. الحق حتى هذوك الحوانت اللي قدام الرومبوان تاع بوكارا اللي يخرج للوطوروت ما بان والو. رحت للدار من بعد رحت للبيرو مع زوج، ومن بعدها رحت للبيرو. من البيرو رحت مع زوج صحابي للسوق تاع بوفاريك. دورنا قضينا طلعنا. كي كملنا طلعنا ديريكت ولا ديعيش. كان عندي كاميو كنت حاطه عندي يغلف الكوسانات، انا لحقت عنده باش نخلصو ونرفدو. هذه مر المغرب سوا طلعنا من السوق. عيطت لي ما فتش عليها، كنت مع السيد اللي يغلف لي كوسانات. قعدت تعاود رفدت. قالت لي طفل القهوه، قلت لي هكذا قلت لي طفل القهوه. انا فرحت عندي الشهود نكون عندي الشهود اللي كانوا معايا. ما قالت لي قهوه مقتول ومحروق، انا غير قلت لي هكاك تبريزيت نشفت صاحبي كان معايا طاح في التروطوار ديريكت. المهم خلعه وخلاص. وفي اللقطه هذه كنت انا وزوج صحابي واللي غلف لي الصالون ومول اللي غلف لي الصالون، فعقلنا بلي صرات حاجه في شغلين في التليفون. لفت الكاميو وطلعت للبيرو. كل ما نقول لكم البيرو ولا بلوك تفكروا بلي كاميرات. حتى عاودت عيطت لي قالت لي ادم انا راني رايحه للحبس وليدي نروح امانه على رقبتك. قلت لها واش راكي تخلطي ما كان لا حبس لا والو. قلت لها وليدك وين انت نسلكوك انت ما تسال. قلت لها وليدك وين نديه واش ندير له خليك نهضر هذه واش كي تهضري هكذا. كنت نهضر معاها في التليفون وكانوا معاها لي جوندارم وكان تليفون سيل كان اوت بارلور تليفون كنت نسمع فيها تهضر وكان معاها هو الجوندارم اللي كان شاد التليفون وكانت كان دايرو بارلور. تماك عاودت وليت رحت للبيرو المحل تاعي. عاودت عيطت لي قالت لي يا ادم اروح نعطي لك نوح خليه عندك. قلت لها كيفاش تعطي لي نوح؟ قالت لي ما نمدوش لباباه. قلت لها وباباك؟ قالت لي ما حبش يروح معاه. قالت لي اروح انت. قلت لها اوكي دوك نجي. انا غير كوبيت من عندها توسوس تحكمني الوسواس كيفاش راهي تقول رايحه للحبس ومازال عندها الحق تخير لي من نخلي وليدها. بديت نخدم في راسي هكا وليت نهضر مع روحي شكون قريب باش يدي طفل انا ولا باباه انا ولا باباها انا ولا خاوتها بس وكاع كانوا تماك هكاك. ورحت والله غير رحت خرجت ورحت لحقت حتى للرومبون اللي دخل الشبلي طحت اون بان. عيطت لصاحبي بعثت له قلت له روح لابريغاد شوف لي واش كاين فهمته.
عيط لي قال لي ارواح نحتاجك، عندي هضره مع عاودت عيطت لي بعد موراها صاحبي ما كنفهم فيها والو، مشكل رايح لابري قالت والله ما على بالو حاجه. عادت عيطت لي قالت لي ارواح لا ارواح نحتاجك، عندي هضره معاك. انا لتماك اللي خلاص كونفيرمت باللي كاينه حاجه، ما رحتش. عاودت وليت للبيرو ديريكت وقعدت نشوفي ونخمم ونطلع ونهبط. دخلت ترقدت غدا من ذاك ما تصبح، خرجت نورمال قهوت في القهوه تاع الصمعه تاع الدخله كي الناس ووليت. المهم نهار كامل وانا نخمم حتى الجوايه 6:30 عيطوا لي، سمعت قالوا لي ودي لي جوندام داو ليك الحانوت، جاو الحانوت عرفتها. قلت خلاص دارتها. تفكرت كي كانت تحلف فيا وتقول لي انا قلت لك يا مباسيك من الخوف والخلع تخبيت ما هربتش، والبلاصه اللي كنت فيها مازلني فيها الى يومنا هذا. تخبيت باسكو حسيت وباينه نعرف واش يقدر يكون المصير تاعي. يا خويا انا نستنى الحقيقه تبان وانا برا، ماشي تبان وانا عندهم، خاطر اذا كانت الحقيقه راح تبان بالتحقيق بالدليل وبالواقع، ماشي غير بالهضره والشك. صح اذا كاين مصدر، اذا كاين تحقيق، اذا كاين دليل، اذا كاين واحد شافني رحت بالطفل ولا ديت الطفل ولا شافني مع الطفل مدولي وروا للشعب، ما توريوليش لي انا، ما عندي حتى حاجه باش توروا لي. واحد جيبوا لي واحد يقول، جيبوا للشعب، جيبوا واحد يقول انا شفتك والله العلي العظيم اذا عطوني دليل واضح، واحد شافني وعنده شهاده ولا دليل عليا نعطيك، اعطوني في يدي ساعه والله ما تفوت ساعه انا نجي لكم دوك نجي لكم في الليل، ماشي بالوقت ما نستناش الصباح، دوك نجي لكم وقت ما بان لي واحد نجيكم والله. وقت غدوه السمانه الجايه يعطيني واحد باللي انا درت ولا شافوني رافدو ولا لا، غير نجي سير بلاص، غير يوريو لي تشوف كيما تردد فيسبوك عاودوا تقول فيسبوك الدليل، غير مين با ساعه على وين وراني غير نجي. المهم كيما تجي مرحبا بها، باسكو اللي يطلب الحقيقه ما يخافش من الدليل، وانا طلبي واحد جيبوا لي دليل، خلوا الحقيقه هي اللي تحكم. وسمعت باللي كليو دخلت لي مسرح الجريمه، حكايه لكليو باش نحكيها لكم كيفاش صرات. كليو ديجا كانت اصلا عند صاحبي، سلبتها له كمل شغله، قاسها حاجه خفيفه قدر الله ما شاء فعل، داها هو وحده ديريكت عند الطولي، وكي خدمها الطولي راح رفدها من عنده نسيبي باش يروح بها للبحر. كي طردت المصيبه هذه قراها في الدار وخلاها، باسكو سمعت باللي داو على جال طوموبيل، هو ما عنده حتى صله مع المراه هذيك، ما يعرفها ما تعرفه، هي باين هي احتمال يكونوا داو باش انا نجي عندهم برك، وانا مش حنجي غير يلبن لي داري بلي انا صح داير نجي. انا قلت لكم من قبل كاين طريقه واحده باش نجي عندكم، ما تعيا وما والو ما والو، لازم تبينوا وتخرجوا دليل للشعب بلي صح انا درت، وإلا ثبت عليا الامر بالدليل نتحمل المسؤوليه. والله اذا يعطوني دليل يقنعني باللي انا اللي درت غير نروح لهم برجليا، بصح لازم يكون كاين دليل واضح يقنعني ويثبت باللي انا اللي درت، ماشي الكلام هي اللي هضراته، ماشي غير اتهام وكلام وفي الاخر نعاود نقول انا ما نطلبش من اي واحد يصدقني بلا دليل. ميم هذا اللي هضرتها ما تصدقونيش بالدليل، انا نعطيكم دليل، عندي دليل، وما نطلبش منكم تبرئوني، وما نطلبش من الشعب يحكم لصالحي، نطلب غير انكم تسمعوني بعدها تحققوا. والجهات المختصه عندها كل وسائل باش تحقق، كاميرات، اتصالات، شهود، ادله، المعطيات وكل وقائع اللي ذكرتها. اذا كان كلامي صحيح تبان الحقيقه، واذا كان كلامي خطا ثاني تبان الحقيقه. انا ما نطلبش الانحياز لصالحي باش الناس مش ندير فيديو باش الناس تدور ليا وتوقف معايا، لا نطلب فقط تحقيق حقيقي، نحوس على الشعب دوكا كيما دار عليا ويحوس على الدليل، عاودوا جيبوا الدليل. شي اشاعات والاحكام المسبقه هذه سمعوني قبل، تحققوا دوزيام بعدها حكموا عليا كيما حبيتوا. انا ما نطلبش منكم تصدقوني بلا دليل، وما نطلبش منكم تبرئوني، نطلب غير الحقيقه، وربي يجيب الخير ويظهر الحق ويبين الحقيقه كما كانت. والحمد لله، ومادامني صافي مع ربي سبحانه والله غير راني هايل، راني فور دوك واش تا مرحبا به، ابتلاء من عند ربي سبحانه. في الدنيا راهي باينه، ومع ربي سبحانه والله راني مهني الحمد لله يا ربي الحمد لله. وتهلاو في رواحكم، والناس اللي تعرفني ما نقولش سمحوا لي باسكو ما درتش، بصح معليش سمحوا لي، وكنت تعرفوني مش انا نحكي لكم على روحي. المهم الله يجيب الخير ان شاء الله، واللي فيها خير ربي يجيبها، ولن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. والسلام عليكم وتهلاو في رواحكم. وماذا بيا مش كيما قلت طلبت من الشعب يعاود يشعل الحاله ويجيب الدليل، وكما قلت لكم الحاله الوحيده اللي نجي فيها اني نشوف الدليل نجي وحدي ويطفى كلش وتحبس ونروح ونخلص الفعل تاعي اللي درته. والسلام عليكم وتهلاو في رواحكم، وبالكوا على رواحكم، وان شاء الله تكون القصه تاعي هذه العبره لكاع الشباب، ماشي غير الشباب، ما من الكبار والصغار، ونولوا كلش مكتوب ربي الحمد لله نورمال الحمد لله. هيا السلام عليكم وتهلاو في رواحكم.